تبقى قاعد في مكان، هنقول مثلا مطعم، وتطلب الاكله اللي بتحبها، وبالصدفه يدخل مجموعه من اصحابك انت عارفهم، فتقوم تسلم عليهم وترجع تقعد مكانك تاني وينزلك الاكل وتبتدي تاكل، وفي وسط ما انت بتاكل تجي لك فكره غريبه، والفكره دي بتقول لك انا حاسس ان انا اختبرت الاحداث دي قبل كده، انا فاكر الطبق ده وفاكر المكان اللي انا قاعد فيه ده، وفاكر ان في حاجه حصلت قبل كده بنفس دخله الناس دي عليا وقمت سلمت عليهم، فاكر ان انا عملت كل الكلام ده بس مش دلوقتي، انا فاكر ان كل ده حصل زمان بس امتى وازاي مش عارف. بس عارف مش هي دي المشكله، المشكله انك اول مره تدخل المطعم ده اصلا انت فعلا ما جيتش هنا قبل كده خالص. لو اختبرت الاحساس ده قبل كده ما تقلقش، انت مش لوحدك، 70% من الناس حوالين العالم حصل لهم وبيحصل لهم كده، والحاله دي اسمها ديجافو. طيب ايه هي الديجافو وازاي بتحصل وايه اسبابها؟ هقول لك. هو انا صورت الفيديو ده قبل كده؟ ديجافو هو مصطلح فرنسي قام تقديمه العالم الفرنسي ايميل بوراك، ومعناه اوريدي سين او اتشاف بالفعل، يعني حاجه اتشافت قبل كده، ولغايه دلوقتي مفيش سبب او نظريه واضحه بتفسر الموضوع ده، وده خلى كل شويه ان يبقى في نظريات واجتهادات كل فتره بتطلع تفسر الموضوع ده. زي ما قلت لك في الاول ان في اكتر من 70% من الناس حوالين العالم اختبروا ظاهره الديجافو، وعلى حسب الاحصائيات اللي بتتعمل لقت ان الديجافو بتحصل اكتر في الاعمار اللي هي ما بين ال 15 وال 25، وبتقل كل ما الواحد بيكبر في السن. والتفسيرات لظاهره الديجافو بتتقسم لنوعين، تفسيرات علميه ساينتفك وتفسيرات خارقه للطبيعه بارانورمال. هعرض لك دلوقتي اشهر النظريات اللي اتعملت سواء في النوع الاولاني او النوع الثاني، وقول لي رايك في الكومنتس انت رايح لانهي تفسير فيهم. التفسيرات العلميه ممكن نقسمها لاربع حاجات: اتنشنال الانتباه، ميموري الذاكره، جوال بروسيسنج المعالجه الثنائيه، ونيورولوجيكال حاجه عصبيه. اول حاجه وهي الاتنشنال او الديفايدد اتنشن، وهو الانتباه المشتت، ودي بتقول انك لما تبقى قاعد في مكان فعقلك بيلقط كل حاجه حواليه بطبيعه الحال، بس انت مش بتبقى مركز مع كل حاجه، انت بتبقى مركز في الحقيقه مع حاجه واحده بس. هدي لك مثال: انت دلوقتي قاعد في مطعم وبتاكل، فانت دلوقتي مركز مع طبق الاكل اللي نزل لك، بتشوف ايه مكوناته والحاجات اللي محطوطه فيه وطعمها والحاجات دي كلها، فانت دلوقتي منتبه للطبق اللي قدامك، بس عقلك اللي شغال ومجال رؤيتك اللي واخده كل المحيط اللي حواليك لقطت حاجه حصلت جنبك، وليكن مثلا ان الويتر وهو ماشي اتشنكل ووقع، فانت دماغك سجلت ده بدون وعي منك او بدون ما تحس. فلما انت خدت بالك بقى وصرفت انتباهك عن الطبق اللي قدامك ده وابتديت تبص، في اللحظه دي جات لك الديجافو، انت حاسس انك كنت هنا قبل كده وشفت الويتر اللي لسه متزفلط قدامك دلوقتي ده شفته قبل كده. عايز اقول لك ان انت فعلا شفت الاحداث دي حصلت قبل كده دلوقتي بس انت ما كنتش مركز. تاني حاجه وهي الميموري او الذاكره، عمليه التذكر او انك تفتكر حاجه فيها حاجتين لازم يحصلوا مع بعض. اول عمليه فيهم وهي اسمها فاميلياريتي او الالفه، يعني انك تشوف حاجه مألوفه بالنسبه لك انت بتشبه عليها فتبتدي تفتكر الحاجه اللي انت عارفها. تاني عمليه اسمها ريكولكشن، انك تجيب بقى كل ما يخص الحاجه المألوفه بالنسبه لك دي من الذاكره، اللونج تيرم ميموري الذاكره طويله المدى، فتبتدي تفتكرها وتفتكر ايه اللي حصل بالظبط. العمليتين دول بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت بالظبط، فلما العمليتين دول لاي سبب بقى ما يحصلوش مع بعض في نفس الوقت بالظبط، يعني لما تشوف حاجه مألوفه بالنسبه لك فالفاميلياريتي تحصل والريكولكشن ياخر شويه، فانت فعلا شفت حاجه مألوفه بالنسبه لك بس لسه ما جبتش تفاصيلها من الذاكره عندك، وفي اللحظه دي بيحصل لك الديجافو. ثالث حاجه وهي الجوال بروسيسنج او الاستيعاب المزدوج، ودي عشان افهمها لك خلينا نرجع للمثال بتاع انك كنت قاعد بتاكل في المطعم والويتر اتزحلق وقع. حدث زي ده مخك فيه بيستقبل كميه رهيبه من المعلومات والاحداث في وقت قليل، الويتر اللي وقع، شكل الحاجات وهي بتقع منه، اصوات الناس وهي متفاجئه من اللي بيحصل، صاحبه اللي جري يلحقه، وكل حاجه بتحصل من صور واحداث في الوقت ده مخك بيلقطها في نفس الوقت. كل الحاجات دي دماغك بتسجلها وبتمشي في مسارات معينه جوه دماغك في تزامن مع بعضها. الديجافو بقى هنا بتحصل لما واحده من المعلومات دي المسار بتاعها بيتاخر سنه صغيره في الوصول للمخ عن باقي المسارات الثانيه، فهنا المخ بيفسر المعلومه اللي جات له متاخره دي انها حدث منفصل ملوش علاقه بباقي الاحداث اللي لسه جايه له دلوقتي، فتيجي انت وانت بتبص للحاجه دي تتزاول، انت دماغك دلوقتي مفسره ان في حدثين حصلوا مش حدث واحد. الرابعه وهي نيورولوجيكال او العصبيه، ودي بتخص شويه الناس اللي عندها نوبات صرع، وفعلا الابحاث والاحصائيات اللي اتعملت على الناس المصابه بالصرع لقت فعلا ان مرضى الصرع بيختبروا نوبات من الديجافو قبل نوبات الصرع بتاعتهم. حاجه كمان في النقطه دي وهي ان في علماء كتير بينسبوا موضوع الديجافو ده لمستوى الدوبامين في المخ. الدوبامين ده لو مش عارف هو هرمون السعاده، وده يخليك تستنتج انك كل ما هتكون سعيد اكتر كل ما المفروض تختبر نوبات ديجافو اكتر، ولو بتاخد ادويه تحفز افراز هرمون الدوبامين عندك فده برضه ممكن يخليك تختبر نوبات ديجافو اكتر. دي التفسيرات العلميه للديجافو، طبعا مش كلها لان في اكتر من 40 نظريه طلعت فسرت الديجافو، ولكن دول اهمها والاكثر انتشارا. طيب نيجي لواحد من التفسيرات البارانورمال او الخارقه للطبيعه، وبارانورمال هنا معناها هي الاحداث او الظواهر اللي بتقع خارج نطاق التفسير العلمي، يعني حاجات بتحصل بس انت مش قادر تفسرها بالعلم. اول نظريه وهي تخص الاحلام، والنظريه دي بتقول ان الاحلام نوع من انواع
انواع البريكوجنيشن او الادراك المسبق، بمعنى ان الاحلام بتبقى لمحات عن اللي هيحصل في المستقبل، والموضوع ده اسمه ديجافو، وهو انك فعلا عشت الحدث اللي انت قاعد تشبه عليه ده دلوقتي بس في حلم قبل كده. تاني نظريه وهي اللي اعتقد كذا حد فينا ممكن يكون سمعها قبل كده، وهو ان كل واحد فينا وهو لسه جنين في بطن امه شاف شريط حياته كله بيتعرض قدام عينيه، وبالتالي اي حدث هيمر بيه بعد ما يتولد ويكبر هو فعلا شافه قبل كده، وبالتالي هو معرض في اي لحظه او اي وقت او اي حدث ان هو يختبر الديجافو. فلو عجبك الفيديو ده او حاسس انك شفته قبل كده، ممكن تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.